السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل قرص جميلة جدا، قرص طرية هنعملها بالمرتة بتاع السمنة. الوصفة سهلة جدا وبسيطة جدا. هنقول بسم الله وهنبدأ مع بعض. انا عندي هنا يعني مرتة كده اتبقت من السمنة اللي انا كنت مسيحاها، وطبعا حط عليها سمنة. عندي بقى هنا كيلو دقيق هنزل عليه بباكو، نص باكو بيكنج باودر، وكمان هنحط معلقتين خميرة فورية. طبعا تقدري تستعملي اي نوع خميرة عندك. وهحط عليه معلقتين لبن لان انا هعمله بمية، مش هحط لبن حليب. تقدري تعجني بحليب او تعجني بالمية، مفيش اي مشكلة. وهحط عليه معلقتين سكر، وبعدين هنزل برشة ملح زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنقلب بقى كده المواد الجافة كلها مع بعض، وهنزل بقى عندي بالمرتة وطبعا عليها سمنة. احاول كده بقى افرك الدقيق بالمرتة زي ما انتوا شايفين كده بايدي، علشان كل المرتة تتوزع على كل الدقيق. وبعدين هنزل بنص كوباية من الزيت. القرص دي طبعا اقتصادية جدا، يعني اي حاجة عندك في البيت تقدري تعملي بيها شوية قرص جميلة كده، تاكليها مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بلبن، جميلة جدا في الفطار او في العشاء. هنزل بقى بالمية الدافية على الدقيق حبة بحبة لحد لما ألم العجينة زي ما احنا شايفين كده. بحاول بقى ألم العجينة، وبعدين في الآخر بنزل بمعلقتين زيت علشان ألم العجينة وتبقى ناعمة بالشكل ده، والعجينة بتبقى طرية. هبتدي أعجن فيها كده لحد لما تنعم خالص، وهسيبها بقى تخمر كده في مكان دافي. هغطيها واسيبها تخمر. طبعا في الشتاء بتاخد أكتر في الخمر أكتر من الصيف، لكن في الصيف بتخمر بسرعة. ببدأ بقى كده أقطع العجين كده كرات صغيرة. بعدين هبدأ بأول طبعا واحدة احنا عملناها زي كل مرة، بدهن الصاج كده بسمنة بلدي عشان تدي طعم كده وريحة حلوة، وببطط كده القرص. ببدأ طبعا بأول واحدة أنا عاملاها وبططها كده بالشكل ده. لو عايزة تحطي عليها حبة البركة أو سمسم ممكن تحطي عليها اللي انت عايزاه. عايزة تحشيها برضو ايه انت زي ما انت عايزة، بس هي طبعا المرتة مديلها طعم مالح شوية. انا بحط كده عليها شوية سمسم من فوق، وبعملها كده بوزعها بالمعلقة علشان السمسم يعني يلزق فيها. طبعا الكلام ده قبل ما تخمر، عشان لو خمرت كده انت هتفش خمرها لو عملتي بالمعلقة. وهبتدي اعمل صاج تاني كده من غير سمسم، ببططها كده بالشكل ده. بسيب بقى الصيجان دي في مكان دافي علشان تخمر. بتخمر كده وبترتفع شوية، ولما بتدخل في الفرن بقى بتبقى بالشكل ده. بحطها في الرف الأوسط على درجة حرارة 240، بتقعد ربع ساعة أو لحد لما تحمر من تحت ومن فوق. وبألف هنا وشفا. طعمها حلو جدا وسهلة وبسيطة، وتقدري تعمليها في أي وقت. بتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة.